تحتج الوهابية اليوم لتحريم الاحتفال بالمولد بقول الله عز وجل من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Следующее, 5-е правило гласит о том, что мы должны знать о том, что наша религия полная и не нуждается в дополнениях. Однако она нуждается в толковании. И поэтому нововведение, бидааты, нововведение, является прямым заявлением того, что религия не полная и нуждается в дополнении. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля нам говорит в Коране: «Аль-йома акмальту лякум динакум». Я сегодня сделал полной для вас вашу религию. Сура Аль-Маида, 3 аят. Сегодня я сделал полной для вас вашу религию. Ва атмамту алейкум ни'мати, и закончил для вас мою милость. Мубтадия, тот, кто вводит в ислам на убеждение, говорит, что это хороший бидат. Хорошо, мы зададим ему вопрос. Если этот хороший бидат, он либо ваджиб, либо обязателен, либо мустахаб, либо же он желательный. Он скажет: да, он обязателен, или же он желательный. Значит, если ты говоришь, что эта вещь обязательна или желательна, значит, без нее религия будет неполная. Получается так. اسمعوا إلى سخافة الوهابية. قالوا لما نزلت هذه الآية اكتمل الدين والمولد حصل بعد الرسول، إذا المولد بدعة يعني حرام يعني ضلال عندهم. احتجوا بهذه الآية بزعمهم. وإليكم هذا الكتاب المشهور عند المسلمين، الجامع لأحكام القرآن، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. اسمعوا ماذا يقول في الجزء السادس عند قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. قال الجمهور: المراد معظم الفرائض والحلال والحرام. وقالوا: قد نزل بعد هذه الآية قرآن كثير، ونزلت آية تحريم الربا وآية الكفارة. كل هذا نزل بعد آية اليوم أكملت لكم دينكم. ماذا تفعل الوهابية؟ ماذا تقول؟ تنكر هذه الآيات؟ تنكر هذه الآيات؟ هذه الآيات وهذه الأحكام نزلت بعد آية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم. إذا هذه الآية ليس فيها ما يحرم المولد، إنما معناها معظم الأحكام نزلت بيانها، يعني قواعد الدين أتمت لكم. وهذا الأحكام أو هذا كتاب أحكام القرآن للرازي المشهور. اسمعوا ماذا يقول. قال عمر بن الخطاب: وقد نزلت آية الربا في أواخر ما نزل من القرآن. في أواخر ما نزل من القرآن، يعني عند الوهابية ينكرون هذه الآية. بل قال ابن عباس: آخر ما نزل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. بعضهم قال نزلت قبل وفاة الرسول ب9 ليال، وبعضهم قال ب3 ليال، وبعضهم قال ب8 ليال. هذا كله عند الوهابية يعتبر ملغى